بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. النهاردة هنعمل مع بعض محشي الكرنب خطوة بخطوة. معانا هنا المية بتغلي، بنضيف لها ملح، وهنسلق مع بعض الكرنبة القمر دي. طبعا مفيش أحسن من طريقة أمهاتنا في سلق الكرنب، ومنهدرش كتير من الورق. هبتدي اشيل الورق الاخضر ده، الورق ده علشان بيكون من فوق فبيكون مطرب شوية، فهنسلقه في الاخر، هنشطفه وهنسلقه في الاخر. شايفين الكرنبة القمر ما شاء الله. بنسلك الكرنبة ورقة ورقة، وبنسلقها علشان الكرنبة اللي معايا حجمها كبير، فهبتدي اشيل ورقة ورقة بالشكل ده وهنسلقها. لو الكرنبة اللي معاكي حجمها صغير ممكن بتحطيها كلها في الحلة وبتتسلق، والورق بتاعها بيطلع كله معاكي بكل سهولة. هننزل الورق، وبمجرد ما يدبل بنخرجه من المية. ببتدي اقلب الورق اللي معايا بالشكل ده لحد ما يدبل، وبنخرجه علشان نشيل العرق اللي في الورقة ونقطعه مع بعض بطريقة جميلة بمقص او بالسكينة، وهنشيل الجزء اللي في الورق بالشكل ده. وهفرد ورق الكرنب اللي معايا كويس جدا، وبرصه فوق بعضه في اتجاه واحد. هنا طبعا دي طريقة لتقطيع الورق، طريقة أمهاتنا وأجدادنا، طريقة طبعا جميلة وما بتهدرش برضو كتير من الورق. هبتدي افرد الورق وبرصه كله فوق بعضه في اتجاه واحد. هنفرد الورق كويس جدا، طريقة جميلة وسهلة جدا. وبقطع الورق كله زي صينية الجلاش بالشكل ده، فكله بيكون في حجم واحد ومبيهدرش كتير من الورق. طبعا المحشي الكرنب من الأكلات الشتوية الجميلة وما يستغناش عنها أي بيت في الشتاء. هنقطع الورق كله وهرصه في مصفى. شايفين كل الورق متقطع بحجم واحد. شايفين التقطيعة ما شاء الله، الورق كله مرصوص فوق بعضه وحجم واحد ومقاس واحد. هنجهز خلطة الرز.
معايا هنا بصل مفروم بنشوحه في الزيت، ولو حابة تستخدمي سمنة ده براحتك. وبنشوح البصلة لحد ما تدبل معانا، مش عايزينها تاخد لون. بمجرد ما البصل يدبل هنضيف عصير الطماطم. هنا البصل خد معانا لون خفيف جدا، هنضيف عصير الطماطم. وبنسيب البصل والطماطم يتسبكوا مع بعض. هنا معايا صلصة او معجون الطماطم. هنضيف التوابل اللي معايا هنا ملح، معلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة من خلطة المحشي، ومعلقة من الكمون وفلفل اسود. بقلب التوابل كلها مع بعض. ومعايا كيلو ونص من الرز مغسول ومتصفي. وبقلب الرز مع الصلصة. ومعايا الخضرة مغسولة ومتقطعة كويس جدا، كزبرة وشبت وبقدونس. بضيفها على الرز وبقلب. هنلف مع بعض الكرنب. بجيب حبة كده صغيرين من الرز ونبتدي نلف الورقة بالشكل ده. هنلف كمان واحد مع بعض. بجيب كمية صغيرة من الرز ونبتدي نبرم الكرنب اللي معانا ونلفه بالشكل ده. بنحط كمية صغيرة من الرز علشان لسه هيستوي معانا وهيزيد بعد التسوية. هنكمل مع بعض الكمية كلها وهنلفها بالشكل ده لحد ما الكمية اللي معانا كلها تخلص. هنا معايا اللحمة اللي هسويها مع المحشي. هنا اللحمة اللي معانا من الريشة. بشطفها بالمية وبقطعها رفيع، او بقطعها شرايح رفيعة علشان تستوي معانا مع المحشي. طبعا تسوية اللحمة مع المحشي بتدي طعم جميل جدا للمحشي. معايا هنا معلقة من السمنة بسخنها كويس جدا، وهنشوح اللحمة بعد ما قطعناها شرايح صغيرة او شرايح رفيعة. وبنقلب اللحمة وبنشوحها كويس جدا.
هنا بنقلب اللحمة على الناحية التانية. هنا المحشي اللي لفيناه. خلاص هنا اللحمة اتشوحت معانا، هنخرجها من السمنة علشان نرص المحشي. هنعمل أرضية للمحشي واللحمة. بخرج اللحمة وبسيب الحلة تهدى شوية، وبعدين هنرص اللحمة والمحشي علشان يستووا مع بعض. هنا معايا الورق الأخضر، هحطه في قاع الحلة. هنا معايا بصل وطماطم، هنفرشه في قاع الحلة وهنرصه في الحلة. هرش رشة ملح وفلفل اسود علشان نطعم البصل والطماطم، وهرص اللحمة، وبعدين هنرص المحشي اللي معانا من فوق. وهنا رشيت على المحشي حبة من الملح او رشة من الملح علشان الرز كان محتاج حبة ملح. ومعايا مية سخنة، هنزود المحشي بالمية السخنة. بمجرد ما نغطي المحشي بالمية، ما نزودش عن كده. وبنسيبه على نار عالية. وبمجرد ما الحلة تغلي معانا بنهدي النار عليها خالص لحد ما المحشي يستوي. وبنعامل المحشي معاملة الرز، بمجرد ما يشرب المية بتاعته هنهدي النار خالص لحد ما يستوي. هنا معايا ورق اخضر كده بحطه على الحلة من فوق علشان يحافظ على رصة المحشي اللي معانا. وبنغطي الحلة وبنهدي عليها النار لحد ما تستوي. هنا خلاص المحشي استوى معانا. هنقلب الحلة. جربوا تسوية اللحمة مع المحشي، بيكون جميل جدا وبيدي للمحشي طعم جميل جدا. ودي كانت وصفة النهاردة، بتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تجربوها، واستنونا في فيديوهات تانية بمشيئة الله وفي حفظ الله ورعايته.